المشهد الجامد ده بيتعمل على برامج قوية زي افتر افكت، ولكن النهارده هشرح لك ازاي تعمله على كاب كات بمنتهى البساطة من غير كلام كتير. يلا بينا نبدأ. معلش بقى اعذروني لان انا مش احسن حد يشرح ومش احسن حد يتكلم بالكاميرا، فاستحملوني. احنا جبنا الفكرة منين؟ انا الصراحة شفت الصورة دي كتير جدا، وشفت لها تصميمات مختلفة منها اللون الاحمر. تمام. وشفت يوتيوبر اسمه فارس تصن بيعملها بس على افتر افكت. ما شاء الله عملها بشكل رهيب جدا، فانا عجبني قلت ليه ما اعملهاش بكاب كات. اول حاجه نحتاج نجمع الملحقات، فاحنا اول حاجه هنبتدي الخلفيه دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من موقع فريبك. هندخل هنكتب وول بيبر او ورق حائط، هنظن حاجات شبه دي كتير. هناخدها وننزلها. جميل. تاني حاجه بفريم. الفريم ده نجيبه منين؟ نخش على برنامج بينج وينج او بي ان جي وينج. هنكتب فريم وهيظهر لنا فريم بالانجليزي، وهيظهر لنا اشكال كتير جدا نختار منها اللي احنا عاوزينه. تالت حاجه الشخصيه. ورابع حاجه المصباح. خامس حاجه اللوح ده. انا كتبت درع خشبي من على بي ان جي برضو وينج. اربع صور دول انا دخلت على كوبايلوت قلت له عاوز صور قديمه، صور اشكال كده كأنها رسمه. هتلاقي صور شبه دي كتير كده كده، اصلا مش هنحتاجها ومحدش هيوصلها كتير، احنا بس ايه، تخدم المشهد فقط لا غير. جميل. نفتح نيو بروجكت. هنجيب ملحقاتنا وهنحذفها في البرنامج. كويس. اول حاجه هنبتدي بالحيطه، ناخد الحيطه الحلوه دي وننزلها تحت هنا. نغير الريشيو معلش ونخلوه 9/16 أو 16/9، وهنكبر الصورة. جميل. احنا عاوزين نخليها لون أحمر لأنه عجبني التصميم الأحمر، فعاوزين نخليه لون أحمر. نفتح Adjust على Curves. بالشكل ده. هنيجي الفيديو، لا Adjust زي ما احنا Basic. وهنبتدي بقى نظبط حاجاتنا، نقلل أو الإكسبوجر نظبط سنة كونتراست، أخليه بالشكل ده. شادو نعليه سنة. نبتدي نلعب في الإعدادات لحد ما نوصل يعني للشكل اللي احنا شايفينه حلو. نزود الشارب شوية، شويتين تلاتة كده، والكلاريتي أو الدقة. بس بالشكل ده هنبتدي بقى نرص الأشكال بتاعتنا. أول حاجة هنخلي الفريم ده في النص، نسحبه كده بالشكل ده، لأن هو ده هيبقى نقطة التركيز بتاعتنا، ده اللي هيتمحور عليه كل حاجة، وده هيبقى نقطة تركيزنا. جميل. فاحنا هنرصه كده في النص. تمام. وهنبتدي ننزل الفريم ده يكون فريم مختلف، ونرصه بأشكال مختلفة. نحط تحتها الصورة اللي احنا عاوزينها، وليكن صورة الوردة دي. خليه بس تحتيها، أهم حاجة ما يكونش فوقيها. صغر الشكل ده. ممتاز جدا. نعمل منه دوبليكيت ونحطه هنا بالشكل ده. ونجيب صورة مثلا الزرافة تحت، في اللي تحت منه على طول، ونقلبها ونصغر حجمها بالشكل ده. ممتاز جدا. نكرر باقي الخطوات بالشكل ده. كده تقريبا معظم المشهد بتاعنا قرب يخلص. حاسس ان انا محتاج اقلل اللون الاحمر شويه، يعني مثلا ممكن اقلل الاوباستي شويه عشان اخلي اللون الاحمر حاسه جديد شويه. فهنيجي للبلند مود ونقلل سنه بالشكل ده. هنجيب الشخصيه، بلاش الشخصيه دي. استنى، الشخصيه التانية احنا جبناها.
نجيبها هنا فوقيهم، واحنا عاوزين نخليها سودة وشفافة زي الفيديو اللي احنا شفنا ده. فهنيجي نعمل زي الطريقة دي، adjust curves او كيرفات، وننزل ده تحت خالص. ولو لقينا في الوان تانية نبتدي ننزلها. لا، هم 4 الوان في الكيرفات، هنبتدي ننزلهم كلهم. هيدينا الشخصية بالشكل الاسود الداكن بالمنظر ده. هنيجي نحط الشخصية هنا بالشكل ده. نفتح فيديو، ومن البلند مود نقلل الاوباسيتي ونجيبه كده سنة. جميل جدا. هنبتدي نرص الذروة الخشبية، هنرص 3 منها. ننزل بس تحت، نحطها تحت هنا بحيث تبقى تحت الشخصية. أو بالشكل ده. كده تقريبا 90% من التصميم خلص. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان احنا نحط الافكتات بتاعتنا اللي تخلي المشهد بتاعنا جذاب وواقعي اكتر وقوي. كويس. اول حاجه نحط الافكتات بتاعتنا. هنجيب adjustment layer، نحطها فوقهم، ونفرد على طول الفيديو بتاعنا. ونفتح كده، ومن الفينيت تحت هنعمل كده. هيخلي نقطة التركيز فين؟ على النص الفيديو او الفريم اللي احنا عاوزين يبقى نقطة تركيز عليه. كويس. بعدين هنجيب افكت بلور، حطه فوق الادجستمنت لاير فوق الفيديوهات كلها. وهنجيب ماسك، ونفتح الماسك، ونعمل له الماسك الدايرة، ونعمل له انفرت بالشكل ده. ونزود الفيذر. وحاسس ان احنا، لا ثواني، نكبر الماسك شوية. وهنيجي من البيزك نقلل البلور والحدة عشان ما تبقاش اوفر يعني. معلش، هنخلي اللاير دي فوق الافكت، ونزود شوية. جميل. جميل وممتاز جدا. آخر حاجة في التصميم هنحط التكست. هنجيب تكست عالي، ونحط تحت اللايرز كلها. طبعا مش لاير الباك جراوند، فوق الباك جراوند. تعالى انزل تحت هنا. وهنفتح جوجل ونجيب أي كلام. هنفتح جوجل ونجيب أي كلام. هو بس هيدي شكل حلو في التصميم، ولكنه ملوش أي فايدة أو أي لازمة. أو لو أنت مهتم ودقيق أوي ممكن تحط كلام متعلق بالمشهد أو بالتوبيك أو الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه في الفيديو. جميل. فاحنا مثلا نتكلم عن إيه؟ والله مثلا نتكلم عن الفن. فنخش على جوجل أو شات جي بي تي، ونقول له عاوزين أي جمل بالإنجليزي عن الفن. هنبتدي مثلا ناخد الصفين دول كده، كوبي، نخش على كاب كات نحطهم في فوق هنا أبيض. نبتدي نصغر حجمهم. جميل. نغير بس الفونت بتاعه، الفونت يعني شكله يكون أفضل شوية. جميل. وحابب أحط عليهم جلو الخفيف ده، بس يعني ندي شوية لمعة كده. كده احنا التصميم بتاعنا تقريبا خلص. نخش في الجد. نخش في الجد. هنجيب خلفية سودا، ونعملها كده، نكبرها ونكبرها جدا يعني نكبرها ايه على قد ما نقدر. جميل. وهنجيب اللمبة
ونصغرها على قد ما نقدر، صغيرة جدا، ونحطها في النص بالظبط، في النص بالظبط. وهنجيب اللمبة دي نحطها تحت منها. جميل، ونصغره. نقرب شوية. ممتاز. ممكن نحط عليه افكت جلو، بحيث تبقى فيه شوية واقعية. نعمل له ايه، نحط كذا افكت يبقى فيه شوية واقعية كده. نبعد الصورة شوية. هنجيب البين تول، ومن الماسك نعمل اد ماسك، ونجيب البين تول ونعمل واحدة كده في الحتة دي بالظبط. نعمل الخلفية شوية وننزلها هنا، واحدة بنفس الشكل كده. المهم نعمله كده، يعني نخليه مثلث كده عشان يقفل، ونبتدي نظبط فيه واحدة واحدة، نسحب دي. اه، بالشكل ده. نبعد الكاميرا شوية ونعمل انفيرت أو ريسيرف. ظهرت معانا بالشكل ده. هنزود الفيذر شوية. بالشكل ده. خلينا نشوف، نقرب. ممتاز جدا، جميل. نرجع شوية، هنيجي على دي ونعمل ايه، نقلل الأوباستي. جميل جدا. دلوقتي خلينا بخليكم معايا في الحتة دي كويس، وركزوا كويس جدا. دلوقتي أنا قصدت أخلي دي في النص. ليه؟ خلينا نعمل كومباوند كليب، Alt G. ليه بقى يا معلم؟ عشان لما نيجي نعمل روتيشن أو نلف، يلف بالشكل ده كويس. وقصدت اخليها صغيره، هتعرف ليه دلوقتي. عشان نكبر كده، نكبر جامد ونطلعها فوق. ليه الكلام ده كله؟ عشان لما نيجي نعمل روتيشن يبقى التحريك معانا كويس ومظبوط. ولكن احنا هنرجع نعدل على الكلام ده كله. اول حاجه احنا هنصغر المصباح واللمبه كده، نصغرهم، نصغرهم كويس. تاني حاجه هنيجي هنا وهنصغر دي، وهنقلل الفيذر شويه. جميل. ده الكلام ده كله جوه، يعني جوه الكومباوند كليب. بس انا حاسس برضو مش ظابطه مع المصباح، فنخش نعدل فيها تاني. فانا مش شايف حاجه، فاعمل ايه؟ لما نخش جوه كومباوند كليب انا مش شايف حاجه اعدل يعني مش شايف لان هو خلفيه سودا، فاحنا مش شايفين حاجه. فانا هجيب الخلفيه دي احطها تحتيها بالظبط كده عشان اقدر احدد الدنيا. افتح هنا. حاسس انا محتاج اقلل الفيذر شويه. اعتقد كده معقول. نمسح دي. ارجع تاني من الكومباوند كليب. ممكن ننزل شويه، نقلل شويه اوباستي. جميل. ونيجي هنا نفتح الماسك. سوري، ايوه. نقفل دي شوية كده. نطلع من كومباوند كليب، نفتح المشهد بتاعنا. ممتاز جدا. اتمنى تكون فاهميني لحد دلوقتي. دلوقتي احنا خلينا اللمبه تبقى في النص، واكن النور بتاعي يبقى في النص، عشان لما نيجي نعمل روتيشن الروتيشن يتعمل مظبوط. لان احنا لو عملنا اي طريقه غير كده، اي طريقه في العالم غير كده، الروتيشن هيطلع بايظ. يعني لو حاولنا نحرك كل حاجه لوحدها مش هتظبط. لو حاولنا نحرك الاتنين مع بعض واحنا حطيناهم بشكلهم العادي، عمرها ما تظبط. لازم احنا يعني نخلي اللمبة أو المصباح ده في نص الكادر، في النص بالظبط. ونظبط عندها الحتة اللي فيها أكن عندنا إضاءة، الخلفية السوداء. بعدين نعملهم كومباوند كليب، بعدين نبتدي بقى نحرك. بس في حاجة أخيرة عايز أعملها. هنيجي عند الفريم اللي في النص ده، ونحط عليه إفكت
ايدج جلو، بحيث يدينا واقعية كده. جميل. جميل. نخش بقى في التحريك. في الفيديو اللي نزلته على التيك توك التحريك كانش مظبوط خالص، التحريك كان سيء جدا، انا معترف بده. ولكن في الفيديو ده انا عرفت كيفية التحريك. انا في الفيديو الاولاني كنت بحرك كل حاجة لوحدها، اجيب المصباح لوحده واحركه من الاكس والروتيشن، كيف فريم بتاع الاكس والروتيشن بس، من كل حاجة لوحدها، يعني الخلفية السوداء لوحدها واللمبة لوحدها. فلا انا دلوقتي حبيت ان انا احركه من الكومباوند كليب كله، وانا ظبطه بعد ما جمعت الدنيا يعني. فنفتح بس الفريم شوية، حط اول حاجة كي فريم هنا بتاع البيزك، ونمشي شوية فريمات، ونمشي شوية فريمات كده، ونحط كي فريم كمان، بس هنحط كي فريم على الروتيشن بس. سوري، على الروتيشن بس، الغي ده، روتيشن فقط. نيجي عند الكي فريم الأخراني ده، ونبتدي ندورها سنة بالشكل ده. هيبقى معنا كده، وهنبتدي تقريبا نفس المدة نرجعه بالعكس. فبدل ما نعمله بالروتيشن بشكل مانوال كده، حط ايه السالب هنا، وابتدي هو يرجع كده. بعد كده هنرجعه تاني، يعني ايه بس نظبط شوية، يعني نخلي مثلا فوق سنة كده، بعدين نمشي شوية كمان، نخلي هنا نص تحت سنة، بعدين نرجع بقى صفر. ده كده التحريك من غير تحريك من غير أي جراف. لما نحط الجراف الموضوع يبقى ألطف بكتير. Alt K، نفتح الكي فريمات كلها. الروتيشن أول حاجة نعمله هنا كيوبيك أوت، نعمل الباقي كله إيز إن. هيبقى معانا التحريك بالشكل ده. حاسس إن أنا محتاج أفتح شوية مجال الإضاءة بالشكل ده. تعال نبص بصة. صراحة رهيب 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 جدا. وفي النهاية أتمنى لو استفدت تقدر المجهود والتعب وتدعمني، وانتظر شروحات من دي كتير جدا، وإن شاء الله أقدر أفيدك. ومتنساش الفولو والسبسكرايب. لو عندك أي كومنت أو أي تعليق أو أي حاجة تقول لي عليها بحيث أحسن من محتوايا أو أحسن من طريقة شرحي مثلا، لأن أنا عارف إن شرحي في الشلاحات خالص. واستناني في فيديوهات جاية كتير من النوع ده. سلام.